الف مبروك للاهلي وهارد لك للزمالك يا جماعه. مبروك الاهلاويه وهارد لك لينا. بس انا عايزه اوضح نقطه بس لاحبائي الموجودين على البيج الاهلاويه. انتوا بتقولوا الزمالك ده انتوا مش عارفه ده انتوا ايه ده انتوا ايه ده انتوا ايه وبتشتمونا. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه. هل انت لو عندك انسان طبيعي او طفل، لو فضلت كل يوم تضربه بالشبشب تضربه بالشبشب تضربه بالشبشب وجيت في مره تانية ضربته بالجزمه، هل هو هيحس؟ لا. ليه؟ لانه كل مره بيتضرب بالشبشب. انا ده حاليا ده احساسي، انه احنا دايما بنتضرب بالشبشب من النادي بتاعنا. فطبيعي ان احنا خلاص نحسنا، يعني احنا كل مره بنخسر. فطبيعي جلدتنا نحست، يعني بقينا جلدنا تخين. عارف انت الجلد التخين بتاع الجاموسه ده او البقره؟ احنا دلوقتي بقى جلدنا عامل زي الجاموسه او البقره. فجلدتنا نحست من الخساره. فطبيعي ان احنا مش هنحس باي شتيمه انت تقول. يعني انت مهما تشتم انا مش حاسه خالص على فكره، والله العظيم. يعني انا حاسه ان انت بتمدحني وانت بتشتمني وبتقول يا زملكاويه يا كذا يا كذا يا كذا. طب مش هينفع اقول الالفاظ. فخلاص حبيبي انا مش زعلانه، انا بالعكس فرحان. سمايل بوي كبر والله العظيم. هو كبير اصلا بس هو كبر اكتر. انا بصراحه الناس ما توصلش بيها النهارده، بعيدا عن اصحابي اللي ماشيين في الشارع واللي عاملين على الفيسبوك. انا مش حابه ادخل على الفيسبوك كتير. كلهم مبروك لارين، مبروك انت زملكاويه صح؟ مبروك احنا كسبنا احنا اهلاويه. طب خلاص يا حبايبي، يعني هعمل لكم ايه؟ يعني اذبح عجل؟ لا. ماشيه في الشارع في امان الله الاقي البلد كلها شعب مصر بتقولوا بينتخبوا رئيس جديد، الاقي لك كله ماسك اليوفط اهلاي اهلاي ويبصوا لي بقى. مش عارفه ليه محسسيني انهم عارفين ان انا زملكاويه. ما كنتش لابسه ابيض بس حسسوني انهم عارفين ان انا زملكاويه. عمالين يقولوا لي كده اهلاي اهلاي وانا مبروك يا جماعه والله فرحت لكم بجد فرحت لكم. مش عايزه اقول لكم كميه الحسره والموت اللي جوايا. بس يا زمالك انا مش هشجعك تاني بجد. ليه؟ قول لي ليه، اسالني ليه، قلت لي ليه، اقول لك ليه. لان انا جدتي نحست منك. انت نادي الاداره غلط، اللعيبه غلط. انا مش عايزه اشتم او عايزه اغلط او عايزه يكون دي لغه الحوار، بس نقف عند نقطه. دي كوره، كوره كوره يعني حاجه كده، لعبه بنلعب بيها بنشوطها لبعض. فهل الكوره دي هتستدعي مثلا ان انا امسك صاحبتي واقعد اتخانق معاها واقول لها او اقول لها يا ايه اسمهم ايه بتشتموا بعض بتقولوا ايه؟ هي بتقول يا بوابين وانا اقول لها يا لماليم. لماليم. هل ده يستدعي ان احنا نولد كره بينا، نولد حقد بينا، نتخانق مع بعض؟ هتبدا بظرافه اللي هو ايه، يلا يا لملوم، لا يلا يا بواب، يلا يا كذا يلا يا كذا، وبعدين لا ما تشتمش النادي بتاعي. هنبدا نتعصب. طب ليه؟ احنا اكبر من كده بكتير، احنا ارقى من كده بكتير، سواء اهلاوي سواء زملكاوي. مش عايزه حد فيكم يتعصب او يتضايق. يا زملكاويه انتوا بجد بتحبوا النادي بتاعكم، فده مش جازاتكم فعلا من النادي انه يهنكوا، لان خساره النادي دي بتهنا احنا كزملكاويه. بس خالص الاهلي يستحق، ما ننكرش ده، خلينا كويسين. الاهلي يستحق ان هو يكسب، لان الاهلي اللعيبه ممتازه، الاهلي محترمين بجد. سيبكم بقى من اسمه ايه ده صبحي ده ولا اسمه ايه الواد ده اللي بيقول لك انا ما وقفتش على الكوره احتراما للزمالك. اوكي تشكر جدا على شعورك النبيل دوت، مع ان انا حاسه بغلاوي من جوه. بس خليني معاك يا جماعه، نحب بعض، بلاش تعصب، بلاش نتضايق. وانا مش متضايق خالص. انا بقى ايه يعني؟ انا مش متضايقه خالص. اتعودت يا جماعه، اتعودت. بلاش نتعصب، خلينا نحب بعض. مبروك الاهلي، هارد لك لينا كزملكاويه، وخلينا نفرح مع بعض يا جماعه، بلاش نشتم بعض. اوكي؟ ميرسي جدا ليكم، والف الف مبروك الاهلاويه، وانتوا بجد تستحقوها. او اسيبكم بقى عشان اقوم احط التلج على راسي عشان شتمت كتير النهارده. باي.